بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أخواتي في قناة مروة ديزاد. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم مهنيين وفي صحة جيدة. وصفات رمضانية بامتياز. أول وصفة مسفوف بالزبيب كما تعرفوا، وصفة تقليدية جزائرية. مع تاني وصفة اللي هي محلبي كريمي. أكيد بزاف ناس يحبوا ويفضلوا هذا التحلية في شهر رمضان المبارك. نتمنى الوصفات نتاع اليوم ينالوا إعجابكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو جام كومنتير مشجع، واللي مازالوا ما اشتركوش في قناه مروه ديزاد نقول لكم اخواتي فضلا وليس امرا شجعوني واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس على الكل حتى يصلكم كل جديد قناتي باش نتشجع اكثر ونضيف نحط لكم مزيد من الوصفات. وبالنسبه لاول وصفه راح نبداو بها كما سبق وذكرت، المسفوف اللي بزاف العائلات الجزائريه يفضلوه كوجبه سحور يتسحروا به في رمضان. اليوم راح نعطيه لكم بكامل التفاصيل باش يجيكم ارطب يعني ومزربع، كل حبه وحدها يا البنات. اول حاجه في القصعه حطيت انا حوالي يعني ما كاملش كيلو نتاع الكسكس. الماده الاوليه في المسفوف لازم يكون، باش المسفوف نتاعكم لازم نستعملوا الكسكس الرقيق يا البنات. ضفت له هنايا تقريبا فنجان نتاع الزيت، ما كاملش فنجان، انا حطيت عيني ميزاني لاني حطيت حوالي 800 غرام نتاع الكسكس. ونبدا نفرك باليد كما راكم تشوفوا حتى يدخل الزيت في كامل المسامات نتاع الكسكس. وهنايا البنات نزيد نجيب كاس نتاع الماء مملوء ونبدا نرش غير بالعقل وباطراف الاصابع نفتل كما راكم تشوفوا. نحط غير بالعقل ونحرك كي ينشف في يدي. نزيد نضيف المره الثانيه والثالثه حتى نكمل كامل الكاس نتاع الماء. شوفوا الطريقه كيفاش راني نخدم، وخصوصا هذه الوصفه حطيتها للمبتدئات اللي ما يعرفوش يحضروه هذا الوجبه. نزيد نضيف هكذا حتى نكمل كامل الكاس. وطبعا بعد ما نكمل الكاس رايحه ننشره في القصعه ونخليه ينشف، ومن بعد يا البنات بعد ما نعاود نرجع ليه وزيد ضفت تقريبا نص كاس، يعني ما كاملش نص كاس. زيد ضفت ونحرك باطراف الاصابع كما سبق وذكرت، ونزيد نخليه ننشره في القصعه ونخليه يزيد يريح. من بعد نحط الطنجره نتاعي نحط فيها كميه نتاع الماء تغلي، ومن بعد نحطه في الكسكاس ونخليه يفور التفويره الاولى. شوفوا هنايا نعاود نرجع ليه بعد ما خليته نشف. شوفوا كيفاش راهو مزربع كل حبه وحدها ومستحيل رايح يلصق بهذه الطريقه. هذه هي الطريقه اللي نعتمدها وتجي بزاف بزاف ناجحه. وهنايا بعد ما فار التفويره الاولى هنايا كما راكم تشوفوا رايحه نحيلو السخونيه اللي بزاف قبل ما نبدا نضيف في الماء. شوفوا هنايا نستعملوا مغرفه نتاع الحطب ونحي الفوار اللي بزاف باش ما نتحركوش، طبعا ما نستعملوش اليد. ومن بعد يا البنات اول حاجه نضيفوها الملح، لاني ما ضفتش الملح في الاول، راح نضيف الملح الكميه الكافيه. وضفت الكاس الاول نتاع الماء، هنايا ضفت الكاس الاول نتاع الماء ونحرك غير بالمغرفه. شوفوا ونزيد نضيف الكاس الثاني، هنا حطيت زوج كيسان نتاع الماء كيما راكم تشوفوا، ونواصل نحرك غير بالمغرفه لانه مازال سخون، يعني حتى يدفى باش نستعمل اليد. شوفوا كيفاش الطريقه كيفاش راني نحرك بالمغرفه باش يترش كامل بالماء. وهنا زيد جبت الكاس الثالث وبديت نرش غير بالعقل ونستعمل في يدي هنايا باش نتحكم ونشوف شحال نزيد نضيف له الماء. هاي الطريقه يا البنات ما كانش ما اسهل. الفيديو راهو واضح امامكم. ننشروا في القصعه، يعني حطيت زوج كيسان تاع الماء تقريبا ونصف. هنايا نزيد بعد ما نشف لازم نخليوه نشروا في القصعه ونخليوه ينشف ونردوه يفور التفويره الثانيه، يعني لحد الان فورتو زوج مرات. هنايا بعد ما فار كذلك للمره الثانيه هنايا نجيب المغرف نتاع الحطب يا البنات ونبدا ننشر فيه بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. ونجيب كاس نتاع الماء ونضيف هذا الكاس نتاع الماء، كاس ماء فقط. هنايا حطيت في هذه المرحله كاس نتاع الماء، وطبعا على حسب الكميه انا حطيت تقريبا كيلو. اكيد كي تحطوا كميه قليله الكميه نتاع الماء رايحه تنقص. وشوفوا كيفاش نخدم بالمغرفه هكذا نضمن اني ما نتحركش ورايحه نوزعوا بشكل متساوي. في هذه المرحله قبل ما نردو يفور للمره الثالثه والاخيره نحط له القليل من الزيت. ضفت له قليل نتاع الزيت العادي ونستعمل يدي هنايا. شوفوا يا البنات ورايحه نوري لكم الطريقه كيفاش نفوروا التفويره الاخيره، يعني انا نفوروا 3 فورات بالنسبه للمسفوف. نجيب الكسكاس نتاعي يا البنات نحط كميه نتاع الكسكس كطبقه اولى.
نحطوها الطبقه الاولى نتاع الكسكس، يعني ما نحطوش الكميه كامله ونحطها تفور. كي نشوف الفوار خرج فارت يا البنات باش نحط الزبيب، انا ما نحطش الزبيب في القاع نتاع الكسكاس. هنايا بعد ما فارت الطبقه الاولى نتاع الكسكس، الزبيب نتاعي كنت غسلته وكثرته مليح مليح، ولازم ما نضيفش الزبيب حتى نشوف الفوار خرج، باش نزيد نضيف الكميه نتاع الكسكس اللي بقات لي، وهكذا نضمن يا البنات انه راح يفور مليح، وكذلك الزبيب نتاعي راح يزيد يطرى، وطريقه بزاف بزاف هايله. وننشرو بيدي كيما راكم تشوفوا. وهنايا راهو فار، شوفوا كيفاش فار، يعني في اسرع وقت ممكن تضمنوا انه يفور ليه. في هذه المرحله نحط كميه تاع المارغرين او الزبده، المهم كل واحد واش يفضل الكميه طبعا المناسبه للكميه تاع الكسكس اللي تستعملوها. ونجيب الكسكس نتاعي نفرغه على هذه الزبده او المارغرين، وما نمسش فيه يا البنات، نخليوه ما نحركوهش حتى نضمنوا انه الزبده نتاعنا بدات تذوب. شوفوا البنات، ومن بعد نبداو نحركوا غير بالعقل. شوفوا هنايا مازالت ما ذابتش، نزيد نغطيها ونخليها تذوب مع السخونيه نتاع الكسكس. وهنايا نبدا نستعمل المغرفه نتاع الحطب ونحرك عليه غير بالعقل. شوفوا الزبيب نتاعي راهو الزبده كذلك الكسكس نتاعي راهو رطب واحد الرطوبيه يا البنات ما عندي ما نقولكم عليها، جا بزاف هايل. وبالنسبه في الاخير كاين الناس اللي يفضلوا كيما حنا نحبوا السكر، كل واحد يضيف على حسب الكميه اللي يحبها وعلى حسب كيفاش يحبوا افراد الاسره الحلاوه. كان اللي يضيفوا العسيله، كان اللي ما يحبوش يضيفوا، هذه حاجات اختياريه. ونقدموه مع اللبن او قهوه حليب، كل واحد كيفاش يفضلوا. ونروحوا للوصفه الثانيه اللي هي المحلبي، راح نعطيها لكم بمقادير جد مضبوطه. في كاسرونه هنايا جبت فنجان اتاي، فنجان اتاي المهم نستعملوا كيله وحده لكامل المكونات. انا هنايا استعملت فنجان اتاي، نتوما تقدروا تستعملوا فنجان كبير او صغير، المهم تكيلوا به كامل المكونات اللي رايحين نحطوهم في هذا المحلبي. اول حاجه عندي 7 كيسان او فناجل اتاي نتاع الحليب بارد، عندي 7 فناجل نتاع اتاي معمرين بالحليب يكون بارد في كاسرونه هنايا. وطبعا بالنسبه للكيله كيما سبق وذكرت يا البنات، هذا 6 او 7، المهم 7 فناجل نتاع اتاي، هذا 7 نتاع الحليب. نزيد نضيف في نفس الفنجان اللي استعملته للحليب مملوء سكر، مملوء سكر. ونزيد نضيف 1 مملوء من فرينه الرز يا البنات، راهي تتباع جاهزه في المحلات. ونخلطوا بارد في بارد. حطيت 7 فناجل نتاع الحليب مع فنجان، نفس الفنجان نتاع السكر مملوء فنجان نتاع فرينه الرز. هذا الكيس يا البنات تاع فرينه الرز راهو يدير 12000. راني فرغت كميه وبكات لي هذا الكميه، يعني راح يكفيكم طيلة شهر رمضان. مع يعني رانا نوعوا في التحليات، ماشي كل يوم نديروا المحلبي. ونبقى نخلط كي هنايا بدا يتكاتف كما راكم تشوفوا. للامانه يا البنات انا دوكتو حسيتو ناقص حلاوه، زيت مغرف كبيره نتاع السكر، لازم تذوقوا وتشوفوا كيفاش تحبوا الحلاوه ديالو. زيت في الاخير هنايا فنجان، نفس الفنجان نتاع ما الزهر، ما الزهر او ما الورد، كل واحد واش يفضل كذلك. وطفيت النار هنايا ونفرغوا في ليفيرين اللي راح نقدم فيهم. يجي بزاف بزاف هايل كريمي لانه مقاديره جد مضبوطه. بالنسبه للحلاوه دوكو قبل ما تفرغوا، اذا حسيتوه ناقص حلاوه تقدروا تزيدوا تضيفوا. بالنسبه للتزيين انا زينت بالقليل نتاع القرفه، وكاين اللي زينتهم بالقليل نتاع البيستاش. ونحطوا يبرد في الفريجيدار ونتناولوه بالصحه والراحه. نتمنى الوصفات نتاع اليوم ينالوا اعجابكم. اذا عجبكم قبل ما تخرجوا خليو جام كومنتار مشجع، واللي مازال